مكرونة بشاميل بالدجاج. هنا عندي الدجاج، عندي كده الصدور، تكون صدور أقطعها صغير، أحطها في المطحنة، أطحنها، ما تطحنوها مرة يعني، أطحنها شوية. قلبت بصلة لين دبلت البصلة، نزلت عليها الدجاج بس كده ينزل مويته، حطيت البهارات، حطيت شوية مرة أوريجانو، شوية ريحان ناشف وفلفل أسود، شوية مرة قليل قرفة وبهار حلو. بس الموية تروح بنزل الصلصة وبنزل طماطم معصورة إن شاء الله وملح، أملح. نزلت الصلصة كده في الوسط، أحطها بس أقلبها شوية، بعدين أخلطها مع باقي المكونات مع الدجاج، وبعدين بنزل طماطم معصورة عليها، نص كان يعني نص علبة. ملحت، حطيت هنا الصلصة، اقلبها شوية وخلاص، احط عليهم مرة قليل موية واتركها على نار هادية تتسبك. ما ابغى يكون فيها مرق كثير، شوية بس موية عشان بس ابغاهم تتسبك، الدجاج يتسبك. البشاميل احط زبدة ربع اصبع مو مملح، واحط معاه شوية زيت، لاني لو حطيت الزبدة لحالها تسود، تنحرق على طول. خلاص دحين ابغى انزل عليهم تقريبا، انا حسب الكمية اللي عندي، انا عندي كيسين مكرونة سلق، بحط 4 ملاعق دقيق. طبعا ملاعق اكل كبيرة تكون مليانة. اقلب لين الدقيق ياخد لون شوية. شوفوا خلاص اللون كده تمام. انزل حليب، بسم الله، يلا انزل الحليب دفعة واحدة، وحار يكون الموية حارة اللي احل فيها الحليب. النار من متوسطة لعالية، وعلى طول افضل احرك عشان الحليب لا يلصق تحت. حطيت ملح ورشة بسيطة جوزة الطيب وفلفل اسود، ممكن تحطوا فلفل ابيض. افضل كده اقلب لين تصير عندي الصلصة كثيفة. خلاص طفيت تحت النار. عندي هنا 6 بيضات، اخفقهم وانزلهم بشويش عشان لا يتكتل، لا تنزلوها مرة واحدة يتكتل البيض. تبغوا تعرفوا البشاميل اوكي او لا، سووا كده، يلا شفتوا ما يمسك في بعضه، ما يرجع على بعضه كده تمام. في الصينية من تحت حطيت شوية بشاميل، بعدين احط المكرونة، بعدين ابغى اوزع المفرومة عليها. المفرومة انا كده ارفعها شوية على جهة القدر عشان تنزل كل الزيت اللي فيها. وزعت المفرومة، حطيت عليها شوية جبن موزاريلا مبشور وطحينة، احط شوية برضو بشاميل، واحط المكرونة اخر طبقة ان شاء الله. خلاص حطيت البشاميل وزعتها، اكتر انا شوية فوق بشاميل تطلع حلوة لما كده تبرد. ووزعت جبن موزاريلا، ودحين ادخلها فرن حار تقريبا، بحطها ثلث ساعة ان شاء الله الى نص ساعة الى ما تنشوي تماما. انا اشغل المروحة عشان يتوزع الهواء كويس، الحرارة اعلى شيء، ثلث ساعة ان شاء الله، وبعدين اطلعها ونتركها لين تبرد شوية عشان تتماسك. خلاص تقريبا ثلث ساعة. دحين بس ابغى احمر الوجه، فتحت الشواية من فوق. خلاص كده تمام. دحين اخرجها واخليها تبرد كده ربع ساعة ان شاء الله. بسم الله. يعني تركتها تبرد شوية، ايوه السكينة تكون كده فيها اسنان شوية، ان شاء الله تضبط لما اشيلها ما تتفكك ان شاء الله يا رب، ما تتفكك لانه ما بردت مرة ما بردت مرة. شفتوا لسه حارة. بالعافية.